الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس مايلو تفسير كشاف سورة ممتحنة، صون درساج سورة ممتحنة أما نرجو اشتبوا آيات الضها ويازداده وحتى كنت بقدر إن شاء الله. فإن قلت رؤيا رواية كرنيكو أنها لما نزلت هذه الآية واختكوا بآية كريمة نازل البو أدى المؤمنون ما أمروا به من أداء مهور المهاجرات إلى أزواجهن المشركين. دا منا مهريوان بيركيكو مسلمان بونا جمكي هجرت كنا هاتنا ببال مدينة ذا ده مهري واندان ببال ظلام واني مشرك حقي واندان. وأبى المشركون أن يؤدوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين. أوان بيركي كو إجا مشرك بوچونا مكي إجا أوانا هانيكا مشرك منع بوك مهري وان بدن والظلام واني مسلمان ومهري وبدنا ظلام واني مسلمان ندان منع بود ندان. فنزل قوله تعالى مسلمان حقي واندان مشركة حقي مسلمان ندايك. إذا خلق عالم في آية نازل كيف قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. خلق عالم ذات نازل يقول كي اگر كي جو مسلمانا مهريوان بيدك كي جوان وهرب بال كفار ذا ومهراوي كنات داين جوارا فعاقبتم وجي نوبت والعراق وحربك كيف دوي حربا هنكادا ونبون غالب وغنيمة قرد ونشبكن ويقاذي فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أوان ظلام منك بيركي وان كنا ببال مشتكا وابونا كافر أوان بدنا وان مثل ما أنفقوا بقاندي وي مهري واني وبخورا برنا دانا وان بقاندي وان مهرا وان بدنا وان مسلمان أخداقو. oldu ya bu. İcad ki ayet-i kerimede ve in fatakum sabakakum yani peşiya vaket ve in felete minkum jwet filti jwe şey'un tişteki ev şeyci min ezvacikum jipireki ve şey'un yani ahadun minhunne yekjü wan pireki ve وبيركي وبونا مشرك وشنا مكة. أديجا فاتكم إلى الكفار وهو في قراءة ابن مسعود أحد ناب وإن فاتكم شيء وإن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار قراءة دعواية. أجا يك جوان بيركي و درباس وش دسي وفلتي تشوف بالمشركة ذا إجا فعاقب أيوة. فإن قلت السؤال كبكي هل لقاء شيء في هذا الموضع فائدة؟ نقلت أحد من أزواجكم قلت شيء من أزواجكم يعني تشمع لفظ شيء ذكر كي ذلك جري لفظ ذاتي أو شيء جوا تسيرك بأزواجي يعني فائدة شيء ذلك في هذا الموقع. قلت أذبيجم نعم أوت فائدة دهية الفائدة فائدة فيه بذكرى شيء دا أن لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل وحقر. تشتكي جدي جنسك بيركن أساس تمل أبا تقاهن دكبة وتقاه حقير با نشب بالوان با
غير معوض منه بعوض كرنا جبالي فنشب الله تغليظا في هذا الحكم وتجديدا فيه يبو تغليظا في حكمه والتقويات في حكمه دا يعني مادام كي مالي وبرنا برا بيك وحقي وبدنا وبرا نجي وحقي ونجي جوان حقي خوش وان بستينن برا بيبقي جوا يعني شقام معركة هندك شقام معركة هندك بشيء شيء حقير أو تنوين أو يجبنا هندك ديسا ويتشتي جوان بستين مالي برا نجي جوان نبش بالوان مالي إذا خلقوا فعاقبتم من العقبة وهي عقبة النوبة يعني صراوها شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأولئك مهور نساء هؤلاء أخرى خلق عالم التشبيه كريه أو ما يقاطع حكم كرني بلسة اشترافي خديدا قاطع حكم كرني لسر مسلمان وكافرة أو تشيه ومسلمان ماري بيركي أوانك هاجر دبن تنا ببال مسلمان و مهری وان پیرکا بدنا کافرا و ای کافر جی مهری وان پیرکی کو مشرک دبن جی مسلمان اتشم ببال کافرا و او جی مهری وان بدن آخو تعالی دیانه که تشبیه کریه چی مهور اولئک مهورهن اولئک بأمر بعیشه که یتعاقبون فيه نوبت ذکرن دوی امری دا هجاری یک مثلا وكي حيوان يكون مرجال كريسيات بي جمال بابا والي مرجسيات بي تعاقبت كدوي أمدا كما يتعاقبوا في الركوب وغيره سواء كنت تعاقب كني دستوار بوني يا غير دستوار بوني دا يكوي يشيد كباشي مثلا تيجي طنجة كولاني كان كاد حب أفراد كولن إذا وي بطل أو دات كذا إجا يكيد المسألة كبيرة ومعناه أبا فجاءت عقبتكم والسراوات من سراوجي نوبتاوجي من أداء المهري كون مهري بدن أو قاضي ونشبكن فآتوا من فاتته امرأته بدن وي ميركي كو بيركا ويلي فوتيا إلى الكفار تشي بالكافرة بدن وي ميركي مثل مهرها بقاندي مهرا ويج نكي من مهر المهاجرة جمهرا مهاجري جوي مهرا مهاجري بدنك نعم أوي بدنا ذي أباكو بدنا وي ولا توها زوجها الكافرة ألو ونوي ماري ندن ظلامي وي كافر بلكي ونشبكي بدنا جوي بستينن بدنا أباكو مهاجر بيا بدنا مهاجر سيدا أفندم أزلام دقيقين نابجة جمهرة أبا مهاجر بقرن بدن أبي بيركي ما رب وكاوي مثل مهري من مهري المهاجرتي يعني مثلا يكي مسلمان بيركي ربيعة شينا وكافرة دبي كو إجا مهروي نداني كافرة وين رابن غنيمته نوصاو عيني وكا مهروي مهاجر وين بدنك وصفي فآتوا مثل مهرها من مهر المهاجرة بقاندي مهروي أباكو تيا إجا ونبدن جمهرة أباكو هجرت كريه جمهرة ويبد شو جمهرة أباكو هاتيا بدنوي ولا تو زوجها الكافر ندنا ظلام وي كافر وهكذا عن الزهري بذي هوايج زهري والله تشي نبو بيا جمرة غلامة تمام فأتوا من من فاتوا من فاتته امرأته إلى الكفار بدن وي ميركي فاتته فوتي الوي ميركي امرأته بيركاوي بالكافرة باتشيا بدن وي ميركي تشبدني مثل مهرها قاضي مهرها وي مرأتي بدنكي جتشبدنكي من مهر المهاجرة جمهرة أباكو هجرتك يا مسلمانة تشاب بالكافرة با جمهراوي بدنا أباكو إجابة بالمسلمان أباتي بدنا وي ولا توهو ذي مهري ندنا زوجها الكافر ظلام وي كافر ندنا وي ظلام فاتوا من ده مفعول أول مثل بمفعول الديانوسا فآتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة
ليش هذا عبارة بني خوينم ماني يعني فاتت امرأة مسلمين الكفار إذا كان مسلمان تشوف الكافر أبو مشرك ماني ولم يعطي الكفار مهرها كافر مهرها مسلم ندى مسلمان تمام فإن فاتت امرأة كافرين المسلمين إذا كافر جاء بالمسلمان أبا هجرتك أي هاجرت إليهم وجب على المسلمين المسلمان واجبه أن يعطوا المسلم الذي فاتته امرأته إلى الكفار بدن مسلمان كبيرك يبال كافر أبا تشيه بدنا ويتشي مثل مهر زوجها الفائت من مهر هذه المهاجرة بخاندي مهر في بيرك ويا كتشيه جابنك جمرة وأبا هجرت كريه أتيا ببال مسلمان جوي بدنك يكون كالعوض لمهر زوجة الفائت للكفار يجيبك بواك عوض جمرة وبيرك ومسلمان تيا ببال كافر أبا جويتك كبدوش طيب بعوضي ولا يجوز أن يعطى مهر هذا المهاجر لزوجها الكافر تمام تمام أزرم شيبو تمام أزرم هكذا وهكذا عن الزهري بفي هواي الزهري أتى رواية كني يعطى من صداق من لحق بهم الصداقة أوان كل حق بوان الصداقة وي ونشبكن بدنا إذنك وقرئ فعقبتم بالتجديد فعقبتم بتخفيفي بفتح القاف وكتب عقبتم فمعنى عقبتم دخلتم في العقبة وعقبتم من عقبه إذا خفاه يعني بطبعه لأن كل واحد من المتعاقبين يقول بيها بدوتين يقفي صاحبه لباش هفالي خطي يعني أول نبتا وتقضينا الباشوي يكيد وكذلك بذي ويا عقبتم بتخفيفه يقال عقبه يعقبه وعقبتم بمعنى نحو تبعتم تبعه يتبعه تبعتم يعني أي معنى وان وكلمة وان معنى وان وقال الزجاج فعاقبتم معنى ويش يقول فأصبتموهم وإصابة مشركة كر في القتال وإصابة وانكر بعقوبة بإخابك يعني جزاك عذابك حتى غنمتم حتى كوا جوان عقابك وإذا حتى كوا مال جوان والذي ذهبت زوجته اكبرك ايتشاب بالمشتكى كان يعطى من الغنيمة المهرة داد دانيش غنيمة المهرة مهروي ميركي كو جنكي بربو مهرش غنيمة داد دانيش ميركي وفسر الزجاج غيرها من القراءات غير فعاقبتم إجاء بيشين عاقبتم عقبتم آفان قراءة أنك تفسير كريه ما تفسير كريه فكانت العقبة لكم أي فكانت الغلبة لكم غلبتي جواربو حتى غنمتم حتى كوا جوان مال ستان أجو مالك وجوان غنيمة قد ایک پیره که ویچه بال کافره و مهراوی نشان دیه اون جویانه که بدن خودی و جنکی وقيل جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام 6 نسوة قيل قلت تمام اوان پیره که كل حقی بالمشركة بونج پیره که من مهاجر وكورش إسلامي ذا قريب مرتد بن استشهد. بير أم الحكم بنت أبي سفيان قيل أبو سفيان أم الحكم كانت تحت عياض بن شداد الفهري أو ربيع شبو مشرك
يشتد ياخو بابخو. وفاطمة بنت أبي أمية كانت تحت عمر بن الخطاب. أو جي بيركاي بول مكة وقتا كوهات مسلمان نبو مهاجر نكر أولوي دريما أو شو أو بوشوان وهي أخت أم سلمات. وبر وعوه وبروعو بنت عقبة. إذا عقبة بها أبيجي كانت تحت شماس بن عثمان أبيلك ويبيا أو شيء. وعبدته بنت عبد العزى عبدته قيدك عبد العزى بن نضلة. ولو جو أظلام يجي عمر بن عبد ود بيه. وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص. وقلسم بنت جرول كانت تحت عمر أو يبتدك عمر بيه. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة. يا أبو دعم بيك عمر عيني حدث عمر أوه يا سيدة أبا باشين حدث عمر. تمام أبدأ شيء بعمر. تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. رب ما خلق علامة ذات كلمات صن آية داوي سورة ممتحنة ذات بجاء تمال أذسر. أي پیغمبر صلاة و سلام خودش تبن حتى قيامته بقام دي تجابون أرض وآسمان وعرش جنتي ورحمة خودي. إذا جاءك المؤمنات وقتك بيلك مؤمن هجرت كرن جمكي هاتم ببال مدينة منورة ذا يبايعنك ومبايعتي بتر كرن. دا مبايعتي كرن على أن لا يشركن بالله شيئا والشريك أشخدر تستكيناك الشريك شخدرا شريكات شيناكن ولا يسرقن دزيجي ناكن ولا يذنين فحيشتيجي ناكن ولا يقتلن أولادهن سبيق بصغيتيجي دفناكن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وبان بيدكا أو يأتين إتيان ناكن بافتراءك أو افتراء ودرما بكن دنا بين هادو دست خو ودنا بين هادو لنجي خدا يعني ودرمك افتراء بيا ويتشيناكن ولا يعصينك في معروف يعني افتراء يعني عفوا يعني افتراء يعني صبيه كي جزكي خو كدنا بعد سو بيوان دايه صبي كي جزكي خو بين افتراء زك نابينا دست اكي تيب جي نابينا ادجي نابينا هادو تشيبايه من جوا دري خبر يعني صبيك يا يفتنوا بين ببهتان اجاك بيرك واهات واستغف فبايعهن. خداش پیغمبر عليه الصلاة والسلام را امري يتكذب مبايعته بوجهنك ربك واستغفر لهن الله طلبا مغفرة قناه وانش خدي بك بيا ربي توان عفكي إن الله غفور رحيم ودا غفورة ورحمة ويبرة إن شاء الله ما وان مسلمان تبعفك. آمين. آتي كلمة دا ولا يقتلن أولادهن وقرئ يقتلن بالتجديد بتجديد الضالي يعني ولا يقتلن أولادهن معناه أولادهن ناكوشنشية يريد وأد البنات يعني قيزاب صغيتي ناكنعر. سلام أبيا ناكبر كورتاجي كورتاجي ناكبر بيا كورتاج أنا كنت كنيا صبيش برخد كورتاج دفردا أبيا واد يعني كورتا أبيا أواد البنات أبيا واد بنين وبنات التذا يعني أبيكم مبيجا اس پیغمبر به پیغمبریت قبول بکن و بیعت کردی به پیغمبر را گره صبیه قنه کجنه گره نکه یک گره دکتر جی نکن
أظن فرقتنا يعني أبيا بيعتك يجبيره كراية ميجي كمان بري يعني ميرجع باكو بكن قرش السوجة يعني أنا يعني قانون الدنيا ده السوجة طبي دكين يعني أبي كنت كن بيا تعقيب ناقنا أنا بلي أظن ولا يكنك بلي يعني ولا يأتين ببهتان يفترينه ونين باشتراكك ودرمش بكن بين أيديهن نابين تسلخ وأرجلهن ونابين اللي خدا اشتراكي ودرمش نكت شي يعني كانت المرأة تلتقط المولودة بلك لقي سبيه دهات فتقول للزوج أجرام أخرى تقول هو ولدي منك أبي الصبي من اشتيها كني بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها أو كنايات هاتيا كرن يعني بكنايتي واشتراك وهاتيا ودرمش كرن نابين دستو لنقادا عفوا هاتيا كنايات كرن أو اشتراك شيء عن الولد الذي يوي صبيك تلصقه جنكي ويسا بدل زلقان بزوجي بظلام خود زلقان كذبا بضرو سيدان تلتقيتو تماما اللقابونك يعني والعردد بينا تلتقط المولودة لقط ترى باسا لقطته باسا لقيته لقيته وديتنا صبيكي كمال صبيكي بيخوي دبينا ومالك أبي خويا أنت كي خود أظلم أو شاغي علاقاوي تبتين بين أيديهن وأرجلهن نين يجو شاغ والعردة ديتيا كانت المرأة تلتقط المولودة فتقول لزوجها هذا ولدي منك أبي ولدي مشتى فذاك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا وضعته الأم تمام سبيدتان سقط بين يديها ورجلها تمام وليس المعنى على نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فتنسبه إلى الأزواج لأن الزنا ينفى بقولي ولا يزنين تمام أبي أنا أكثر مسألة زنية يا فهمت كم نب معنى يعني صبيكي غير زكي خل در واديتنا واني نجمري خرا والعرض ديتنا قلتنا ابي صبيه منجتيه كا او ميري وي نبجه كم تشخد دوري درس بحمله ندي او شوا ابي صبيه منوتيه او وين معنى نينا معنى كل عرض ديتيا نينا تبي ولا ياتينا ببهتان دريكي أيولد ملقوط أو شبهة بأن يفترين أو أن يتعمدن كذبه بأن ينسبنه إلى الزوج ووصي بكم صفته ولده إيجاد بين أيديهن وأرجلهن أي بالوضع يعني لنا فأوى تمام يعني تلتقط المولود الصبية هلتينا يعني مثلا بشتك خدي ولده دوغم دكا خدي ولده مثلا شنو بني بيات شيء دنيا يعني أبسبي والنقي ودرمات كذبه تمام يعني أبي جنكة يا نقي أمريكا افتراوي أبي نقي جنكة ونقي أمريكا أو معنى نينا كانت المرأة تلتقط المولودة فتقول لزوجها هو من ولدي منك كنيا يعني جنكي آنيا بحمل بيا آنيا أما بلكي جنكي دنكابا يعني آنيا با ملي غفاداتنا الظلام طيبي خوش دبجال لأن اللواتي يدعون بك طيبي خوش دبجال ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن دوامي خوش دبجال دبكي كانت المرأة تلتقط المولودة تلتقط المولودة أظن ببهتان يفترين بين أيدينا وأرجلهن لأن اللواتي كن يظهرن البطونة لأزواجهن في بدء الحال إنما فعل ذلك امتنانا عليهم وجبوا من نتبك الوان
وكن يبدين في صان الحال عند الطلق حتى يضعن الحمل بين أرجلهن أنهن ولدن لهم فنهينا عن ذلك، أي فلا يفعلن ذلك، فإن ذلك من شعائر الجاهلية الأولى، ومن منافل شيمة المسلمات المؤمنات تصويرا لتينك الحالتين وتهييجا لما كنا يفعلنه. عندي يعني في صبي يعني تلتقيتنه يعني ويهلتين دبن باميريكو دبن آجتا بيا صبيته نكو صبيكي العردي ببينن وببن بفائته وصا نقول أبيا متعنبك يعني خرابيتك انتين بمريك بعد زلقين مسألة أبا أظن قال الفراء كانت المرأة تلتقط المولودة فتقول لزوجي هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفتري بين أيدينا ورجلنا، وذلك أن الولد إذا وضعته أمه سقط بين يدي ورجليها، وليس المعنى على نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فتنسبه إلى الأزواج. فكيد بيش كنت هنا؟ جدر ما ناين. نبو درما نبو يفترا. يعني تدفيش درباتينا. تدفيش درباتينا نجس زكي خطينا. درباتينا لي التقاطه يعني كش دربا بينا بتكاي خو وبججتي هذا يعني. قلتنا فرا وقتي لما لويسي يا زلمه. قلتنا فرا وقتي يا زلمه. فرا وصدق. يعني كوي بدنا بين هذه الشيء بقى فيها شوية وانا يعني مثلا وشتى فلانة صورن كتير تنا يعني ودرمات بيجي ودرما ولا يأتينا ببهتاني أمام بيرجع إتيانيا بالدراوة كاكو يفترينا وي بهتاني ودرما بكن بين أيديهن وأرجلهن لنا بين الدست خو يعني جبوا زكي خو وجبوا لينجي خو يعني كبيجي أبياني كا أبحملا منها شتى بيه كتبونا بدست ونبينا أرجلي ده يعني كش من دوم بيه وأبيتيه وفلانة ودرمكي بيه واي بدروا كي وساوها ناكن يعني. تمام دوم كامل. كما قال باشا مليبنر. هذا الكتاب ابن بله. دبي كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك كني بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها أعطيك كناية كني بتشي عن الولد الذي جوي صبيك تلصقه جنكي وي صبي تزلقا بزوجها كذبا مدى لما أفصبي نايميرك جنكي بميرك بعد تزلق لأن بطنها الذي زكي جنكي أو تحمله فيك وي صبي تدا حملتك البطن بين اليدين وفرجها الذي تلده وصبيتنا به بوي فرجي بين الرجلين عادجا خدت بك اختلاك يوسا نكن ودمك يوسا نكن يعني كو سبي نجزلامي وانبا وشيكي دنكاش خرابية بينا بظلامي خبا بزلقينا التقاطا بينا بظلامي خبا بزلقينا تكا ايه خو ايه ميرك اقتش يوان نكن تبير كينابو يابو ما نظام شمو ولا يعصينك في معروف خلق على مدبيكي پیغمبر من عليه الصلاة والسلام وعصيانات نكن دباشيدش فيما تأمرهن به دويتشتي كنت أمري جنكا بدكي بويماي من المحصنات جقنجيا وتنهاهن عنه وتشتي كتويو دوان جنكا نهي دكي جي من المقبحات تشتي بيس يعني جباشي دا كنت أمري وان بكي بأمريات نكن باشي ده خرابي دا كنت منع وان بكي تفي نكن دوي خرابي دا بأمريات تنكن وي خرابي جي نكن ولا يعشي نكن في معروفين وقيل كل ما وافق طاعة الله فهو معروف تشتكو موافقة طاعة خدا ورسول ويبا أو يا قنجية تشتكو مخالفة قول الرسول خدا وخدا دكت أو يا خرابية فإن قلت السؤال كي تواب بيجي لو اختصر على قوله ولا يعصينك كما قلت في معروفين ولا يعصينك في معروفين كما لفظ معروفين اللي درجة ذاك إذا قلت مبرا قلت ولا يعصينك يتربو فقد علم فإن قلت لا يقتصر على قوله ولا يعصينك فقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف
خدا دزانه کی که رسول خدا انجا امر بباشید که امر بخرابی حسنا که اذا چما قلت ولا يعصينك في معروف او في معروف دا بريد قلت نبه بذلك قلتنا في معروف على ان طاعة المخلوق في معصية الخالق جبيلة بغاية التوقي والاجتناب إطعام مخلوق العياذ بالله يا رب استانا لده منك طاعة مطيع ثم مخلوق العصيانيات دا يا رب إطعام مخلوق معصيته جناح القرش خدا ده أو إطعام مخلوق لايق بالصون درجة خمرجة محافظة بك خجدو يعني حاشا مروي عبدي خيد سر خدا داد بي ده استن بينا يعني يلا مرپرس خجيات دول تشتك بأمريا خده به كي دنا برا بسكتر بولا إيمنا شو القضية وروي روايات تذكرنك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى يوم القيامة لما فرغ من فتح مكة من بيعة الرجال بمبايعة ظلامة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام مختار كفالا بو أخذ في بيعة النساء داس مبايعة جنكات وهو پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام على الصفا سد شيء الصفا بو تطبي الصفا بو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسفل منه بنيا پیغمبر دابو يبايعوهن مبايعة بجنكا راتكر بأمره بأمر رسول خدا ويبلغوهن عنه وتبليغ ذكر حضرت عمر پیغمبر عليه الصلاة والسلام الجنكارة تبليغ ذكر وهند بنت عقبة هند قيزة عقبة خشية پیغمبر عليه الصلاة والسلام أما پیغمبر قلت وهند الكدر جديد بكجن أذيان كاب بلكا أبي سفيان متقنعة وصاب پردكر بو ومتنكرة وخصا يعني خنك وكي هندية خب هنديتي بدا نيشاندان چمكي ترسيا بو قلت لك پیغمبر مقفله مبكوجه بدا كشتاندني اجا خو يعني شكلك بني ناس كرني خصا من كراكر بو خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تستك ان يعرفها پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ويناز بك فقال عليه الصلاة والسلام پیغمبر قو أبايعكن أي جماعة بيرك أدبر مبايعتكم بير على أن لا تشركن بالله شيئا وتتشتكيش قدر أنك نورتاق عبادة الطاعات شقدي تنرى فرفعت الرأس دسرق برنكر فقالت والله لقد عبدنا الأصنام بري والله مش بتكرى عبادتك وأنك لتأخذ علينا أمرا وأنك يا وإنك وإنك لسرما قرتي أمرك ما رأيناك أخذته على الرجال أو أمرك وتلسرما مزور لا مشركي أم تخميناك وتذي إشانك بظلام راجي كربة يعني بذي مبايعتك وقرأ وتتشكيش قدرها وتغشينك تواوان زور لا مشكلة وسنابينم تبايع الرجال على الإسلام والجهاد تدبيج مسلمان ببن أو جهاد بحربه بكن وجوالي مبن أما ديمت بي لا تشركنا بالله شيئا تدبيجي تدال سلمة زور الله مشركي فقال عليه السلام پیغمبر قو لا يسرقنا وقال بيلك دسيجي نكن فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ظلام من أبو سفيان ظلام كي جمرية يعني طمعكاره وإني أصبت من ماله هنات جاجنا هندك أجمالي سربيدكم يعني أشغلتنم يعني فما أدري أتحل لي أم لا أنظن أمالي هندك أزلتنم بدزمجي شمرة حلالة نحلالة تيش شمرة حلال بكي يانا فقال أبو سفيان ذيك يا ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبى أو تشتك تجمال من دزية دبيش دا وجناب بيدجي فهو لك حل قولك تفستر حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر كني وعرف وين أصك
فقال لا پیغمبر جرا قو وإنك لهند بنت عتبة قلت هي ناقصة عتبي قالت قو نعم يا رسول الله فاعف عما سلف يا رسول الله من برتي شاندية تشتكم من كريه أجيب فديتكم أو أنا عفوش عفى الله عنك خدش تعفو طبعا كي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام عفو قال نفسه مرف نشتري مرف بيتر مرحمته مرف فقال پیغمبر قو ولا يزنينه وبدك زنيا جيرنك فقالت ديزا عندكو أو تزني الحرة جنكا حرزنيا يدكاه وفي رواية ما ذنت منهن امرأة قط وش حراك كسكي بليك زنيا نكري فقال عليه السلام ولا يقتلن أولادهن وقال سبيه خجي نكجل فقالت ربيناهم صغيرا ولا بتشوتك بن أمام زندكن وقتلتهم كبارا كما زند بنتو عندكوش فأنتم وهم أعلموهن ون أو ضابط الظالم وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان كروي حنظلة لاو أبي سفيان قد قتل يوم بدرين حرب بدرين داتو كشتين بابي بريوي جاتوها شو أبو سفيان تبي حنظلته بحنظلته كان ابنها ناوي كروي حنظلة بن أبي سفيان أو حنظلة صحابي أبي الزابا كنت شهيد كريم فضحك عمر رضي الله تعالى عنه حديث عمر كني حتى استلقى حتى غسل بشتي فذلان وتبسم رسول الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي كني فقال پیغمبر قو ولا يأتين ببهتان يفترينه فقالت هندي قو والله إن البهتان لأمر قبيح يعني كن افتراء نكن ودرما نكن سبيك ونجلامي وابن ومبين بذن فيها جلامي مية وصل نكن إجا هندي قوالا افتراء تشتكي بيسة وما تأمرون إلا بالرشد ومكارم الأخلاق تأمر مناكي إلا بتشتي الرشاد بالرياء باشي وبأخلاق باش تأمر من بريا راس فقال پیغمبر قوالا يعصينك في معروف وخود تعالى قلت لك وين دباشي داشي بأمريا منك فقالت هنديك هو والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء والله أبو خلاص صندوقك أمرنا نسنا أدذر ونستاندنا ما أقال ذرال بقارشته ودلي مرة تشتكي كأمي بأمريا تبكن تشكي وسعد قلبي ملا يا رسول الله فليش راضي به إن شاء الله وقيل في كيفية المبايعة دعوة قلت يا پیغمبر دعا بقدح من ماء قال ذكر يا رسول خدا بسلاحيك ببادر كياف فغمس فيه يده پیغمبر دسته كيريا نابي آبي ثم غمسنا ايديهن وباشيجي بيلكا اكم بايعات پیغمبر كي بيواني دسته خود بياغيرا كي ينوك وقيل صافحهن پیغمبر بوانا مصافحة كريه وكان على يدي ثوب قطري يعني لبكة كيان بيجن جلي قطري هبو دسي بيدا بوي دسي يعني تعزينات دسي بجل پیغمبر بوانا مبايعات وقيل كان عمر يصافحوهن عنه دجبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام را كي مصافحة كربونا حضرت عمر رضي الله تعالى خلقوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا إخوة إيمانانية لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أو قومك خدا خالق غضب خدي لوانك يهودينا أو أنا نكن دوست خود نكن أحباب خود نكن مزنك قد يئسوا من الآخرة أو أنا جا آخرتي مسزمونا يعني كتب هاي كيواني داخرتي تنا كما يئس الكفار من أصحاب القبور سواء كافر إيكو مرنا أو أنا نكا
شوا امید دوان دا تنه اوان قوم يهودي جي اميدا قنجي اميدا وانا داخرتي دا تنه روية رواية واحد أن بعض فقراء المسلمين يعني فقير المسلمان كانوا يواصلون اليهود الاشتياق بيهودية رادكين ليصيبوا من ثمارهم جيبوا في كيوان فايدة للمشمبن فقيل لهم جوارات قلتن لا تتولوا قوما مغضوبا عليه أو قومك غضب خدير لوان هاتيه كرني ونكن دوستهم قد يئسوا من أن يكون لهم حظ في الآخرة أوان أميسز بنا كوبايا وان داخلت ذهبا أوانا أميسز بنا ثم لعنادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عناد البيغمبر عليه الصلاة والسلام وهم أوان يهوديا يعلمون ظانن كأنه الرسول المنعوت في التوراة أو رسول صفته التوراة دهنا أو نازكن أو بيغمبر كما يئس الكفار شواكو بيهون الكافر من موتاهم كفار من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء كفار جمرية خو مريوان بين شاندن بقرن صعب بال دنيا و تشوا جديا بيهدينا أميتنا أوزا آخرت جي القوم يهودي أميتشز وقيل من أصحاب القبور قلت كما يئذ الكفار كفار أو كفار جي من أصحاب القبور يعني بيان للكفار من أصحاب القبور بيان أو كافر كنا أيكم مرنا يعني أي كما يئذ الكفار الذين سواء يسمون أوان كفارك قبروا هاتنا قبر كرني هاتنا ديجا بيدي بنا جتشي كفاركم مرنا من خير الآخرة خير آخرة تشاو بيدي بنا أظن يكون دوان دكن مزني خو دوست خو أو جيز خير آخرة بيدينا لأنهم تبينوا قبح حالي مسؤولة من قلبي شمكي مرنا قبحبونا حالي خو وبيسيتيا جيبك ويهرنكي أوانا نكا زانية جبوك فيها واي زانينا أوانا نكا أميسزن جي خيرا أخرى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم إلى يوم الدين من قرأ سورة الممتحنة اكذي سورة بخينا كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء له يوم القيامة يا ربي پیغمبر ماج مرا بكي شفاعت جي آمين ويا ربي تماج پیغمبر ماج قرآن بش پیغمبر مرا نازل بيه جريا وانت ما نقتني حتى حضور أخو السلام عليكم